اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. الحر بقى دخل علينا وعايزين كده نرطب على قلبنا ببولة ايس كريم حلوة، بس تكون صحية ومغذية. وكمان نعمل للولاد كده شوية ايس كريم هيغذيهم جدا وهيحبوه قوي، علشان ما يجيبوش بتاع بره، ما بيبقاش صحي خالص وكل مواد حافظة. هنشوف النهاردة طريقة حلوة قوي للايس كريم من غير سكر، ولا حتى سكر دايت ولا عسل، وهيبقى مسكر وطعمه تحفة وكمان اقتصادي. يلا بقى تابعيني في الفيديو علشان نشوف الطريقة، ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. بصوا بقى الايس كريم بتاعنا النهاردة يا جماعة بجد اختراع. هنعمله بمكون حلو قوي. طبعا احنا كلنا عندنا تمر متبقي من رمضان، انا جبت كده شوية كده يعني حوالي 6 7 تمرات، وابتدأت ان انا افصصهم بالشكل ده، بس بعد ما غسلتهم كويس فصصتهم من النقاية بتاعتهم. وجبت بقى نص كوباية لبن سخن، وابتدأت ان انا احطه على التمر بالشكل ده. اللبن لازم يكون سخن عشان يطريلي التمر، وهغطيه وهسيبه حوالي نص ساعة علشان كده التمر بتاعي يبوش وكمان يبرد شوية. هحطه بقى في الكبة زي ما انتوا شايفين، ممكن تستخدمي الكبة او الخلاط او الهاند بلندر، اي حاجة متوفرة عندك. وابتدأت اضربه بالشكل ده. اضربيه كويس جدا عشان ما يبانش فيه قشر ولا اي حاجة خالص. جبت بقى البولة اللي انا هشتغل فيها وحطيت فيها معلقتين لبن بودر منزوع الدسم، ورشيت كده عليهم رشة صغيرة من القرفة. القرفة بتودي طعم التمر في حتة تانية خالص، بتخلي ليه طعم حلو قوي وكمان بتساعد على الحرق. وضفت معلقة واحدة من الكريم شانتيه، بس لو عندك كريم شانتيه منزوع الدسم هيبقى حلو خالص، ولو مفيش اي مشكلة، دي معلقة واحدة مش هتأثر، وانتي هتاخدي بولة مش هتاكلي الكمية كلها. وفي الوقت ده انا ضفت كوباية لبن كده متلجة، وضربت كده كويس بالمضرب حوالي 3 4 دقايق عشان كل المكونات تتجانس مع بعضها. ودلوقتي هضيف كده معلقتين كبار من الزبادي. طبعا يفضل ان انت تضيفي كل المكونات دي منزوعة الدسم، يعني كفاية معلقة الكريم شانتيه. الزبادي بيديله قوام كريمي كده وبيخلي طعمه حلو. وابتدأت اضرب بالمضرب زي ما انتوا شايفين برضو كده. ممكن تستخدمي برضو الهاند بلندر، هيديكي نتيجة كويسة. وحطيت بقى الخليط اللي انا عملته البلح مع اللبن وضربته في الكبة، ضفته دلوقتي بالشكل ده، وضربت برضو بالمضرب. وجبت كده الأجناب برضو عشان كل المكونات تتجانس مع بعضها. وخلاص كده هو جاهز معايا. انا ما حطيتش سكر ولا سكر دايت ولا حتى عسل. التمر كان حلو جدا. ممكن تقللي كمان الكمية دي لو بتحبي السكر بتاعه خفيف، لان بصراحة حسيت ان هو مسكر شوية، يعني 5 تمرات هيبقوا حلوين قوي على الكمية دي. جبت بقى علبة وحطيت فيها الخليط بالشكل ده وغطيتها ودخلتها الفريزر. انا دخلتها حوالي ساعتين، يعني يمكن ما كملوش ساعتين. خلاص كده هي جملت معايا. انا بقول لكم ما كملوش ساعتين الوقت. ممكن بقى تعملي للولاد، تجيبي بسكوتة كده. البسكوتة دي انا كنت عاملاها على القناة التانية بتاعتي مطبخ مرمورة، بس دي انا جايباها من بره، يعني تقريبا الواحدة ما كانتش كملت 2 جنيه، عشان تفرحي الولاد وتعمله لهم كده زي الجاهز. وحطيت عليه كده شوية مكسرات صحية، بيبقى تحفة جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ الولاد هينبهروا بيه. طعمه حلو قوي وكمان اقتصادي وتحفة، وعملناه كده في دقايق. بصوا بقى القوام بتاعه حلو قوي. وانتي بقى لو عامله دايت وحابه تاكلي منه، هاتي بقى كاس كده وحطي لك بوله كده وشويه مكسرات، هتبقى حلوه قوي وصحيه ومغذيه. وكفايه ان احنا ما حطيناش سكر ولا حتى سكر دايت. حطي بقى شويه مكسرات كده صحيه، شويه لوز كده على جوز هند، كان بصراحه تحفه. يعني لو حطيتي بوله واحده في كاس كده واكلتيها هتبقى مناسبه جدا ليكي. انا بس حاطه كذا بوله في الكاس كده عشان التقديم وعشان التصوير، لكن بوله واحده هتبقى كافيه جدا ومشبعه. مش لازم ان احنا نحرم نفسنا. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.